ارخص واجمل رحله لدهب. هل فعلا الرحلات الاقتصاديه لدهب اللي بتكون بسعر معقول وفي فنادق اقتصاديه بتكون كويسه؟ حجزنا الرحله من الصفحه اللي قدامكم ديت. التحرك كان بدري من العباسيه الساعه 11 ونص، ويمكن ده اللي خلانا نوصل النفق في وقت الدنيا فيه كانت رايقه وما خدناش غير 20 دقيقه وكنا خارجين منه. وصلنا الصبح الساعه 8، كان فاضل ساعتين علشان نستلم الغرفه، فروحنا علشان نتمشى شويه في دهب ونتفرج عليها، ونروح بعد كده نفطر في واحد من اجمد المطاعم اللي بتقدم الفطار المصري هنا في دهب. المطعم واللي اسمه ابو احمد، واللي اغلب الاسعار فيه في رينج ال 20 و 30 جنيه، والكميات بتعتبر مناسبه جدا، والاكل طعمه لذيذ. رجعنا علشان نعمل تشيك ان في الفندق واللي كان اسمه دهب ان. الفندق فيه البسين دوت، واللي الغرف فيه بتعتبر كويسه جدا، سريع مستوى النظافه فيها كويس جدا، وتكييف شغال كويس، وحمام داخل كل غرفه. لكن خلي بالك دي فنادق اقتصاديه، ما ينفعش تتقارن بالفنادق الخمس نجوم. هنا في دهب للي جه قبل كده يعني، او للي ما يعرفش كمان، اغلب الوقت انت بتكون بره بتيجي على النوم، بس لما بتيجي تنام بتحتاج تلاقي سرير يكون كويس، تكييف شغال لو الدنيا يعني حر، ده بس اللي انت بتحتاجه. لكن اغلب اليوم بتكون بره ما بين الرحلات والشواطئ والاماكن المختلفه زي ما هتشوفوا معانا. الرحله واللي كانت 5 ايام واربع ليالي، واللي كان سعرها 1700 جنيه، وده بيعتبر سعر كويس جدا، لان انت لو هتروح مع نفسك المواصلات بس لوحدها بتكون قريبه من الرقم ده. السعر واللي كان شامل الانتقالات وكمان الاقامه في الفندق لمده 5 ايام واربع ليالي، واللي كانت تجربه كويسه جدا.